مقاومة الانسولين، هل هو السبب الحقيقي اللي احنا ما قاعد نخسر الوزن، ولا في اشياء ثانية مثل عاداتنا الصحية اللي قاعد تحرمنا من هالشيء؟ خلينا نشوف ويا بعض. عندي عدد كبير من اللاعبين يقول له وهاب احنا فينا مقاومة الانسولين، ولما اسألهم وين الفحوصات من الدكتور ما عندهم، يطلع الموضوع فقط سيلف دايجنوست. ولما افتش بالموضوع اكثر اشوف ان هم نظامهم الصحي غير مثالي. اذا احنا ما رحنا الدكتور وسوينا الجلوكوز توليرنس تيست او قسنا معدل الانسولين واحنا صايمين عقب 8 ساعات بدون ما ناكل، ما نقدر نقول ان احنا فينا انسولين ريزيستنس الا مع تشخيص من دكتور. زين وهاب ليش في ناس بيشخصون نفسهم مقاومه الانسولين؟ الموضوع بسيط، في شيء يقدرون يلومونه اذا ما وصلوا للهدف اللي هم يبونه، وهذا شيء طبيعي. لكن اذا احنا صدق نبي نحقق اهدافنا لازم نكون صريحين ويا نفسنا ونستوعب ان حتى لو فينا مقاومه الانسولين مو يعني ما نقدر نوصل للهدف. فينا مقاومه الانسولين شنو اللي نقدر نسويه عشان نوصل لهدفنا الرياضي؟ انا اقول لكم اول شيء طريقه الاكل هي اهم شيء. نستخدم اكثر الكربوهيدرات اللي ناكلها في يومنا حوالين وقت التمرين، قبل التمرين، بنص التمرين، وبعد التمرين. هذه الفترات اللي ابيكم تاكلون فيها اكبر عدد من الكربوهيدرات اللي تقدرون تاكلونها باليوم. جسمكم راح يحولها الى طاقه وجلايكوجين عشان تستخدمونه بالتمرين. ثاني شيء تمارين المقاومه جدا مهمه، 4 مرات بالاسبوع على الاقل. ثالث شيء عناصر اللايف ستايل جدا مهمه، يعني تنامون على الاقل 7 ساعات باليوم، تمشون عقب وجباتكم، وتخلون معدل الاسترس في جسمكم واطي. انتم شخصين نفسكم مقاومه الانسولين، او صدق عندكم مقاومه انسولين، او ما عندكم مقاومه الانسولين، كل الطرق نفسها عشان نوصل للجسم الصحي والهدف الرياضي. كلنا راح نسوي نفس كمية الشغل، وكلنا لازم نحط شوية مجهود عشان نوصل اللي احنا نبيه. لا تخلون مقاومة الانسولين توقفكم من اهدافكم، روحوا وحققوها.